السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة هترجعنا زي 30-40 سنة ورا كده. بصوا بقى، معانا طاجن أو بيقولوا عليه بالبلدي برام. بنحط فيه معلقتين زيت، غاسلين زي 3 كوبايات رز. انتي بتعايري البرام زي ما بيقولوا، وبتنقصي منه شوية عشان انتي بتحطي جواه لحمة. تمام، ايا كان نوع اللحمة اللي انتي بتحطيها. فهنضيف هنا مثلا ايه، هنقول نص كوباية، كوباية الا ربع الرز. بهارات، فلفل اسمر، قلبي بقى كويس كده. هنبتدي بقى ان احنا ايه، نضيف اللحمه بتاعتنا اهيت. انا جايبه كتفين وغسلاهم كويس، و ده طبعا من الفراخ اللي انا كنت مربياها في البيت. سمي كده بسم الله. طبعا التربيه في البيت تبقى حاجه ممتازه جدا جدا. بهارات برضو، فلفل اسمر. ده انت كده بتتبلي الفراخ لوحدها. ملح. هننزل بقى ببقيه الرز. عايزه اقول لكم ان الاكله دي كنت بستناها من ايد جدتي الله يرحمها. ف ولكم ان تتخيلوا ريحتها في الفرن البلدي بتبقى جنان. بس نظرا لان انا لما بطلع باكل زي ده بره مش برجع بيه بيتاكل من قدام الفرن، فانا قلت اعمله هنا في الفرن الغاز. وبصراحه كان قالب ريحه الشقه. هتساوي كده طبعا. تخلي يعني ايه في مساحه للحليب بقى اللي انت هتضيفيه. هنحط الملح. معانا كوبايتين لبن وكوبايه ميه. تمام، ما ضايفينهم مقلبينهم على بعض. هنضيفهم كده بشويش على البرام او على الطاجن. تمام. طبعا ما تقلقوش من البهارات والفلفل الاسمر اللي طالع على الوش ده عادي يعني. احنا كده تمام. خلصنا البرام. ندخل بقى في الاكله اللي هي مرتبطه بيه. يعني هو من غيرها لا ما يتاكلش، لكن هي من غيره ممكن تتاكل عادي، لكن هو مرتبط بيها. اه. وجربوا وهتعرفوا ليه انا بقول كده. معانا بصلتين متوسطين وقرن فلفل، خرطيهم زي ما انت شايفه كده. فلفل اسود. بهارات. طبعا انت عايزه بقى تحطي جوز الطيب ماشي، ملح. عايزه تحطي اي حاجه عندك براحتك زي ما انت عايزه، بس بالنسبه لي انا حباها بالطعم ده زي زمان كده. تدعكيهم كويس زي ما انت شفتي كده. طبعا احنا لما ذبحنا الفراخ خلينا الصدر عشان نعمل منه كفتة ونعمل منه بانيه وشاورما وكده. فده اللي كان باقي من الصدر. فطبعا مش هنرميه، هنعمل بيه صينية بطاطس هيطعمها يعني، بيديها طعم تحفة. معانا بطاطسيتين كبار متخرطين زي ما انتم شايفين كده ومغسولين كويس. ويا ريت البطاطس تبقى تغسليها بشوية ميه دافيين عشان كمية النشويات اللي بتبقى فيها يعني. معانا 2 كوسة برضو. يعني خليها سميكة شوية عن البطاطس عشان ما تتهريش. وابتدي ان انتي رصيها بقى كده فوق الصينية. عايزة اقول لكم ان برام او الطاجن بالطريقة دي من غير الصينية دي مش بيتاكل بصراحة يعني. مرتبطين ببعض جدا. الصينية انتي ممكن تعمليها لوحدها عادي. معانا هنا 3 طماطميات كبار مضروبين في الخلاط.
معلقتين زيت. الواحد بقى بيدور على الاكلات اللي هي من ايام والدتي وجدتي والكلام ده. آه، بيحس انه لسه فيه خير في الدنيا يعني. آه، هندخل بقى على الفرن. طبعا اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. تمام، هتبقي مشغلة طبعا الفرن قبلها بوقت عشان يبتدي ان هو يسخن معاكي. يعني قبل لما تبتدي تجهزي الاكل تشغلي الفرن الاول. تمام، عشان الاكل يغلي معاكي بسرعة، وخصوصا انه يعني مش زي الفرن البلدي. هنا بقى كان النور قطع، وكان لازم اصور لكم الحتة دي وانت بتضيفي السمنة البلدي للبراك. عايزة اقول لكم الريحة اقسم بالله كانت خطيرة. جربوها، من حلاوة الاكلة دي اقسم بالله تدمنوها. طبعا جينا بقى ساعة الاكل. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله، روايح ممتازة. طبعا في ايادي كتير مستنية، ها. البرام مش هتغرفيه بمعلقة، بالسكينة كده على الجناب بتاعة البرام سخن. كانت والدتي تقول السكينة هتطلع معاكي كل الرز، انما هتغرفي بالمعلقة الرز هيفضل لازق في حروف البرام. ومع ذلك برضو يعني لو قعروا محمر شوية واخد شوية برضو فيه رز بيفضل فيه، بس عيالي مش بيسيبوه طبعا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم صل على النبي. الريحة خطيرة خطيرة. شايفين الفراخ؟ اقسم بالله الفراخ دي كانت دايبة دوب. دايبة، بصوا بصوا عاملة ازاي. شايفين؟ شايفين اصلا يعني. انا رجعت يا جماعة بتاع كام سنة ورا. طبعا الايادي الصغيرة مفيش صبر، اقسم بالله ما عندها صبر يعني. انا حيشاهم بالعافية يعني. البطاطس بقى مش عايزة اقول لكم على طعمتها بالطريقة دي. برضو السمن البلدي اللي نضاف للطاجن عامل له طعم يعني خطير. مش سهل ان انت تقدر تقاومه يعني. الفراخ بتقول دوبنا دوب. الايادي الصغيرة مادة ايديها يا جماعة. واتمنى ان كل فيديوهاتي تعجبكم، ويا ريت لايك وشير و...